فتح طارق العشري المدير الفني للنادي الإسماعيلي صفحة جديدة مع الثنائي علي الملواني ومحمد عبد السميع لاعب الفريق، بعدما كان اللاعبان خارج حسابات الجهاز الفني السابق بقيادة الجزائري ميلود حمدي الذي رحل مؤخرا. وعقد طارق العشري جلسة مع ثنائي الإسماعيلي وأكد لهم ضرورة الاجتهاد في التدريبات للعودة للتشكيل الأساسي للدراويش في المباريات المقبلة، حيث انضم علي الملواني إلى صفوف الدراويش قادما من نادي بورفؤاد البورسعيدي موسم 2024 في فترة الانتقالات الشتوية، ورحل الموسم الماضي على سبيل الإعارة لفريق القناة، ولكن قطع مسؤول الإسماعيلي الإعارة بسبب إيقاف القيد وعدم القدرة على استقطاب صفقات جديدة. وكان محمد عبد السميع قد اعترض بشكل غير لائق على الجهاز الفني بقيادة الجزائري ميلود حمدي وأحمد العجوز مدير الكرة بسبب تغييره بعد نصف ساعة من نزوله لأرض الملعب ليخرج من حسابات الجهاز الفني طوال الفترة الماضية. ولكن طارق العشري المدير الفني للإسماعيلي الحالي يريد الاستفادة من كل من يستطيع أن يفيد الإسماعيلي للبقاء في الدوري.